تخيل انك ممكن تتسجن في ألمانيا بسبب انك ممكن تركب الباص من غير ما تدفع تذكرة. ايوه بالظبط كده، ممكن تتسجن في ألمانيا بسبب 3 يورو تمن تذكرة الباص. كان عندي واحد صاحبي معايا هنا في ألمانيا بيقول لي دايما انا بروح الشغل وباجي ب 14 يورو في اليوم الواحد، فايه المشكله ان انا ما اقطعش تذكره واركب القطر عادي؟ هو الموظف بيجي كل قد ايه يعني؟ وفعلا كان بيركب القطر كل يوم وكان الموضوع بيعدي عادي جدا. بس حصل اللي ما كانش في الحسبان. في يوم وهو راجع من الشغل الموظف طلع للقطر وطلب منه التذكره، فقال له طبعا مش معايا. راح عامل له مخالفه على طول ب 60 يورو وقال له لو ما دفعتهاش في خلال ايام المخالفه هتزيد وهتتضاعف وممكن تتحول مع الوقت لقضيه في المحكمه. والمصيبه بجد ان هو لو ما دفعش هيتحبس فعلا. طبعا انا عارف ان ده مش بيحصل في بلدنا، ولكن القانون هنا واضح جدا. الغرامه دي موجوده في الماده 265 ودي عقوبتها بتوصل لمده سنه. الموضوع كبر في الفتره الاخيره لدرجه ان في محاميه اسمها كريستين غيرتش باحثه جامعيه بدات تطالب انهم يلغوا العقوبه الجنائيه. يعني ايه؟ يعني بدل ما تكون عقوبه جنائيه تتحول وتبقى عقوبه اداريه. تخيل ان المانيا نفسها بدات تحس ان الموضوع كبر ومش عادل، لان الاف الناس كل سنه بيتسجنوا بس عشان بيركبوا القطر او الاتوبيس بدون تذكره. فلو تعرف حد بيركب الاتوبيس او القطر بدون تذكره شارك معاه الفيديو ده وعرفه قد ايه الموضوع كبير وممكن يتسجن فيها. وما تنساش المصادر في الوصف.